السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصفة جديدة وفيديو جديد في قناتي وقناتكم هيلو فود. بالنسبة لهذه الوصفة إن شاء الله بحول الله ديال هذا النهار غنوجدوا مع بعضياتنا الثومة بودغ ومعجون الثوم، وكذلك فصوص الثوم في الزيت لاستعمالات متعددة. وكذلك القشور ديال الثومة حتى هما غنرجعوهم بودغ. بالنسبة لهاد الوصفة، بما أن كاينة التومة موجودة بكثرة، علاش لا ما نستغلوهاش ونخرجوا منها هاد الوصفة كيكونوا ضياريين ونقيين واقتصاديين في نفس الوقت. كنبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا كيلو ديال الثومة من النوعية الجيدة. الثومة خصها تكون حمراء بحال هكا كما وريتكم هنايا في الفيديو. كناخدوها كنبداو نفركو فيها، كنحيدو لها ديك الراس الفوقاني وديك القشره البيضاء، وكنخليو على الفصوص الثوم الاحمر. بما ان الموسم ديال الثومه دابا، الثومه كتكون جيده، نوعيه ديالها جيده، ما كتكون لا مضروبه لا والو. كناخدو كميه ديال الماء تكون غليان بزاف كي السبوله، وكنضيفوه على الثومه بعد ما غنفركو الكميه كلها. غنضيفو عليها هاد الماء الغليان. هاد الماء خصو يغطي لنا الكميه ديالنا كلها ديال الثومه. وغنغطيو البول ديالنا بشي غطاء الطنجره او شي طبيصيل، ونتركوه مده نصف ساعه باش تزولنا ديك القشره الحمراء بسهوله. هنايا بعد ما مرات نص ساعه خديت ديك الفصوص ديال الثومه وبقيت كنقي منهم، كنحيد لهم ديك القشره الحمراء وكنحطها في الطبيصيل كما كتشوفوا. الثومه كتبقى في البيوضيه ديالها، في اللون ديالها ما كيتبدلش. وهنايا عندي هاد القشور ديال الثومه غندخلهم حتى هما يتحمروا عي شي شويه، اولا اذا كان عندكم الفران سخون غتدخلوهم عي يشدوا ديك العافيه ويتقرمشوا، وطحنوهم حتى هما رجعوهم البودر. بالنسبه للكميه ديالي غنقسمها على جوج. النص غنديرو معجون ديال الثوم، والنص الثاني غنديرو بودغ، وكذلك غناخذ منه واحد شي شويه وغنديرو كفصوص الثوم في الزيت. هنايا كناخذ ديك نص كيلو الاول، كنحيد منه عي حفينه ديال الثومه اللي غنخليها صاينه، ديك الضريسات نخليهم صاينين وغنديروهم في الزيت. اما باقي الكميه كنقطعها هكا رقيقه على شكل طولي كما كتشوفوا، وكنضيف ليها جوج كيسان ديال السميده الغليظه. هاد السميده الغليظه الدور ديالها بانه اذا كان شي ما في ديك الثومه كيمتصها، هي كتكون ناشفه عي اذا كان شي ما كيحاول يمتصها. وكذلك باش كنجيو نحمروها في المقله كيعطينا استواء دوغي. كتعاون بزاف في التحمار كما غتشوفوا. زدت عليها دوك جوج كيسان ديال السميده الغليظه وحركتها مزيان ودرتها في المقله على نار تكون متوسطه، ماشي مهيله بزاف وماشي مجهده باش ما تحرقناش الثومه ديالنا. وكنبقاو نحركو بشي معلقه خشبيه حتى كتحمر لنا ديك الثومه. الطياب ديالها على حسب من ثلث ساعه حتى نصف ساعه، مع التحراك المستمر. ضروري التحركه البنات. هنايا البنات كانت ديك المقله صغيره، حولتها لهاد المقله هذه الكبيره هذه الوجديه كما كتشوفوا. مع التحراك راه هي تحمرت ليا السميده ديالي والثومه. من بعد كنبقى هكا حتى كتعطينا هاد اللون هذا، ومن بعد كنطفي عليها هي غتبان لكم الا قصتو هكا الوريقات ديال الثومه غتبان لكم شويه طريين، ولكن عي شويه وكيتقرمشوا. هانتوما كما كتشوفوا اللون ديالها النهائي. كتجي البنات هاد الوصفه كتجي غزاله غزاله. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. كنغربل الثومه من ديك السميده الغليظه كما كتشوفوا. ديك السميده ليها استعمالات اخرى، يمكننا نديروها شوربه او نديروها لا شابلوغ، نفندو فيها الحوت، نفندو فيها الكفيته اللي كنحتفظوا بها لاستعمالات متعدده.
هنا كنبدا نطحن هاد الخليط ديالي، عفوا الثومه اللي سبقيه درتها معكم. كنطحنها في موليكس بعد ما تكون بردات شي شويه، تقريبا شي نص ساعه، باش ما تعجنش ليا في وسط مولينكس. كما كتشوفوا كتطحن، كترجع بودره. انا غنوريها لكم دابا في هاد الفيديو. هانتوما كتشوفوا كترجع مسحوق ديال البودره غزال، ورائحه زكيه زكيه جدا، احسن من هذيك اللي كتباع في الاسواق. صدقوني البنات، جربوها وردوا عليا الخبر ان شاء الله بحول الله. البنات، فضلا وليس امرا، المرجو الاشتراك في القناه، وكثروا من اللايكات ان شاء الله بحول الله، وتابوناو معنا. جزاكم الله خيرا. وكنتمنى هاد الوصفه تجربوها وتردوا علينا في لي كومونتير، ولا كان شي انتقادات مرحبا بها. و... وإن شاء الله يكون إبداعات ووصفات إن شاء الله أخرى متميزة. كنبقى غدا مع هاد الكمية ديالي كلها، وكنشد ديك باش نسالي غنبقى نبقى نغربلها. غادي نغربلها كما كتشوفوا، كتجي رطبه وغزاله. انا كنبينها لكم دابا في الفيديو. ودابا غندوزو الكميه المتبقيه ديال الثومه، اي نصف كيلو المتبقي ديال الثومه. كندير واحد الكميه معقوله في مولينكس اللي غنطحنوها، وغنضيفوا لها بحال دابا كل كاس ديال الثومه غندير له تقريبا ربع معلقه صغيره ديال الملحه. هاد نص كيلو، بحال نقولوا هاد نص كيلو غنديروا فيه معلقه كبيره ديال الملحه. هاد نص كيلو باش كيحتفظ لنا باش الثومه كتبقى محتفظه على اللون ديالها والصفاء ديالها. كنبداو نطحنوا هاد الكميه ديالنا. انا هنايا درتها في هاد الموليك الصغيره. انا غنوري لكم دابا باش طحنتها ما عطاتنيش ديك الرطوبيه اللي بغيت ديال الثومه. جاتني الثومه هنايا شويه محببه في هاد المولينكس، وانا نبدلها بواحد ديك الهشوار الاخرى، هذيك اللي سات ليا الثومه وجابتها ليا رطبه بزاف. هانتوما كما قلت لكم، بدلت مولينكس، درت هاد الهشوار هادي هي اللي لسات ليا الثومه، وبقيت غادا بالكميه كلها حتى ساليت الكميه ديالي. هاد الهشوار هي اللي لسات ليا الثومه. من بعد كنديرها في واحد اناء زجاجي يكون معقم، باش يحتفظ ليا بديك الثومه وما تخسرش ليا. هاد المعجون يمكن لك تحتفظي به في الثلاجه بلا ما ديريه بالمجمد. بلا ما ديريه في المجمد كيبقى محافظ على الجوده ديالو. كندير هاد الثومه ديالي كما كتشوفوا كتجي طريه، وكنضيف ليها الزيت. البنات الا كانت عندكم الزيت ديال البطاطا مقليه، كنأكد عليها يكون الزيت ديال البطاطا مقليه. غنكبو عليها حتى يتغطى ليا ديك الوجه ديال الثومه، ومن بعد كنسدها ونحطها غير في الثلاجه. كنحتفظ فيها غير في الثلاجه، ما كندخلهاش للمجمد. ها هي الوصفه ديالي وجدات. البودغ ديال الثومه والمعجون ديال الثومه وفصوص ديال الثومه في الزيت، وكذلك القشور ديال الثومه اللي دخلتهم غير في الصهد ديال الفران وطحنتهم. وبالصحه والراحه.